السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ مزيان بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفنا هاد الاحتجاجات والشي اللي وقع في المغرب عنده أسباب. هي الخدمة، التعليم، الشغل. المهم بنادم ما خدامش ضروري خصو فاش يدلها حاجة واحدة. واش هاد الشي اللي داروا هاد الاحتجاجات واش ما يأثروش على كأس إفريقيا؟ ولا هاد الاحتجاجات كاين البعض اللي عجبهم الحال بهاد الاحتجاجات باش يأثروا على كأس إفريقيا ويتسحب من المغرب ويمشي لبلدان أخرين، بحال الجزائر مثلا، بحال الصحراء الغربية مثلا، بحال موريتانيا مثلا، بحال السودان مثلا. المهم الإخوان غادي نمشيو نشوفوا الإخوان الجزائريين شنو كيقولوا على هادشي اللي وقع في المغرب وشنو كيقولوا على كأس إفريقيا. أخرى خاوت الكرام، رفيق واحد سعيد كناوي كانوا يكشفوا امور على الكاف هو المغرب اللي راهي في مشاكل عديده، راه متسطر عليها الكاف على شرف تنظيم كاس افريقيا بعد المناوشات اللي صرات والمظاهرات على الشعب ديالهم اللي حب عيشه كريمه، التعليم، الصحه وعيشه كريمه في المغرب. هاد المظاهرات ماهيش تبشر بالخير على كاس افريقيا. كل شيء راه متسطر. غدا كاين اجتماع راح يذكروه الان في البلاطو. نخليكم تسمعوا رفيق واحد واش تكلم على المغرب يجد نفسه امام الامر الواقع. كيف ستتصرف الكاف مع هذا الموقف وهذه الحاله؟ لا، هي أمام الأمر الواقع أكيد هناك اليوم في ريال هناك ريسك على نقول لك سلامة المشاركين في لاكان. ما كانش هناك ضمانات أنه هذا الاحتجاج الشعبي المطالبة بحق في العيش الكريم، ما كاش مؤشرات انه يقدر يحبس اليوم ولا غدوه. ما كاش ضمانات انه الشعب المغربي سيتراجع عن المطالبه بحقه في العيش الكريم. اكيد انه الوضع الحالي، هذه الانتفاضه الشعبيه الكبيره تقدم اليوم دلالات قويه جدا على انه من الصعب جدا ان يضمن المغرب إقامة الدورة في وقتها ومع ضمان سلامة يعني الوافدين إلى المغرب. وعليه انت قلت انه الكاف على اجلت بيع عمليه التذاكر دون ان تقدم الاسباب واضحه جدا. لا يمكن للكاف ان تبيع التذاكر في بلد لا يقدم لهم ضمانات انه قادر ينظم كاس افريقيا. عدم بيع التذاكر، التراجع عن بيع التذاكر عفوا، هو اول مؤشر على امكانيه تغيير مكان، نقل المكان الى بلد اخر. ما تنساش انه في اجتماع لمكتب تنفيذي رفيق يوم غد. كاين لاسومبلي كونغري دو لا كاف سيرتامون يتكلموا على حاجه كيما هذه. سي بون الكونغري كان من الاول، لكن سي انيدي حاجه صرات اليوم. احتجاجات عارمه في كل مغرب. إخوان شي تعليق على هذا الشيء اللي قال الإعلام الجزائري في حق المغرب والمغاربة اللي داروا هذه الاحتجاجات على حساب التعليم، الصحة والشغل. الخدمة هادشي اللي طالبين هما: الخدمة، التعليم، الصحة. وأنا برا علاش؟ لأنه يكون كأس إفريقيا في أحسن حلة. إلا كانوا متوفرين بحال هادو غادي يكون إن شاء الله في أحسن حلة. المهم يا إخوان ديالنا المغاربة، واحد الحاجة اللي بغيت نطرح عليكم واحد السؤال: ما يمكنش نرشحوا وليد الركراكي يوصلنا ل 11 عالميا في الصحة و 12 عالميا في التعليم وديك الساعة نيت نرجعوه للمنتخب؟ اش بان لكم؟ المهم الاخوان ديالنا كما كتعرفوا المنتخب المغربي او كاس افريقيا اللي غادي تنظم في المغرب هي واحد العقده. الجزائر هنا علاش؟ لانه كل ما يشوفوا شي حاجه وقعت في المغرب غادي يقلعوا لهم كاس افريقيا، غادي يقلعوا لهم كاس افريقيا، وهما ما كرهوش يتحيد لنا كاس افريقيا في التنظيم. المهم اخوان ديالنا، نتمنى يعجبكم الفيديو والسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.